خاطره يعبر عنه زي ما يبي، لا تزعجه يا مدعي الطهارة، هي الحقيقة على ما لا تبي، اصدح بها في وجوه أهل المكارة. بأسلوب آخر: خاطري وعبر عنه زي ما أبي، لا تزعجني يا مدعي الطهارة، هي الحقيقة على ما لا تبي، أصدح بها في وجوه أهل المكارة. قال ابن مسعود: من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده. قالوا: الحق ثقيل وطلابه قليل، الحق كثير والقائلون به يسير، الأحمق يغضب من الحق والعاقل يغضب من الباطل. الفهم السقيم وباعثه قلة بضاعة أو محدودية فكر أو تطاول من عدم أو ضحالة غير معالجة. فقال القائل في هذا الشأن: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والفهوم. وعليه ينبغي التريث والتروي والتعلم والتضلع حتى يرتقي الذهن ويتسع العلم ويصقل الفهم، ثم يأتي الردود والتعقبات في مواعيدها ومضانها وبلا ترقب وحسبان.